موقظا بالنون أدفان الحياة. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. وحشتوني جدا جدا. يلا بقى كده فيديو جديد وروتين جديد وروتين مشجع جدا، وفي كذا حاجه عملناها مع بعض. عايزه اقول لكم انا اتسحلت في اليوم دوت بجد، تعبت فيه قوي قوي قوي. مش تستخسري بقى فيا اللايك والاشتراك وتعليق حلو منك. بدأنا كده بصينيه مكرونه ما كانتش ليا كمان، ده كانت لي واحده جارتي عزيزه على قلبي، يعني عايزانا ان انا اعملها لها. بس انا بصراحه كنت لسه جايه من السوق، فعارفان يعني كنت مرهقة. بقالي ساعتين في السوق بجيب طلبات وبجيب خضار وبجيب فراخ وبجيب حاجات من حاجات السوق اللي انتوا عارفينها دي. فبصراحة يعني ايه، كنت جاية يعني ايه طفحاه زي ما بيقولوا كده. بس طبعا هي ما بقدرش ارفض لها ليها طلب لانها عزيزة على قلبي زي ما قلت. فدخلت بقى حالا كده، كنت حتى لسه ما فطرتش كمان، يعني جايه من السوق بقى. ببقى نجيب بقى اللي هو الفسيخ بقى والحاجات بقى السوق دي، فبنقعد بقى ايه نديها بقى ايه، فسيخ بقى وبصل اخضر وطعميه بقى من بتاعه السوق وحاجه السوق. بس بصراحه عملت سندوتش كده، وقلت بقى مادام هي عايزه ان انا اعملها لها حالا كده فهعملها لها، عشان طبعا كان عندها مناسبه وكده. فعملتها لها حالا كده. بس انا ما صورتش معاكم التفاصيل علشان انا عاملاها معاكم اكتر من مره، وفي نفس الوقت كنت مستعجله فالتصوير كان هيعطلني شويه، فما صورتها معاكم. خدت لكم بس اللقطه الاخيره. بعد بقى ايه اديتها لها، قلت لها بقى سويها عندك في بيتك بقى، علشان انا ايه اشوف المطبخ اللي المدعكه اللي عندي في المطبخ بقى ايه، مكان حله المكرونه وحله البشاميل. وكان عندي حله كنت عامله امبارح فراخ كده. فكان عندي بقى حلل يعني كانت باقيه من امبارح، اللي كان فيها حله الشوربه وحله الرز وكده. فعايزه اقول لكم المطبخ طبعا زي ما انتم شفتوا كده، المواعين يعني بسم الله ما شاء الله، زي ما بقول لكم في كل فيديو البركه بتاعتها حاطه وزايده قوي 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 يعني. فدخلت بقى كده على المواعين بقى ايه، قلت بقى اغسلها وانضفها، لان كنت جايبه فراخ من السوق وكنت عايزه برضو ان انا افتحها هي متنضفه بس يعني متريشه بس، الريش من عليها هو اللي متشال ولسه بقى من جوه زي ما هي. فطبعا بعد ما اخلص كده المواعين هجيب بقى الفراخ، ابدا كده اكمل تنظيف بتاعها. النهارده السوق كان بسم الله ما شاء الله، كان السوق جميل قوي. سوق الجمعه. كانت الاسعار حلوه قوي قوي قوي. الطماطم كانت رخيصه، والبطاطس كانت اسعارها حلوه، والبتنجان يعني الاسعار كانت كويسه بصراحه يعني في السوق، والحاجه كده كانت طازه. وانا بصراحه بحب اروح السوق بدري لاني بلاقي الحاجه لسه طازه وكده. وانا بحب اروح السوق بدري، بحب يوم السوق دوت ابداه من بدري. اوقات برضو بروح متاخر، يعني متاخر بيبقى الساعه كام، على الساعه 9 كده، ده بيبقى متاخر عندي. اما لو ما بروح بدري في الصيف بروح الساعه 6، في الشتاء بروح الساعه 7 7 ونص كده. اللي بسطني قوي ان انا جايبه كل حاجه عجباني، وجايبه حاجات كل حاجه انا كنت عايزاها، لان انا اوقات ببقى اروح السوق ساعات ممكن الفلوس تخلص مني، او انا ببقى مثلا جيت من غير ما جبت حاجات فببقى متضايقه. بس السوق دوت كان يعني ما شاء الله كان حلو قوي، كانت الاسعار حلوه، كانت متفاوته كده وكانت كويسه يعني. كنت عاوزه اصور معاكم الطلبات اللي انا جبتها من السوق والخضار والفراخ وكل حاجه. طبعا هصور معاكم الفراخ دلوقتي، بس ما قلت لكم انا كنت مستعجله جدا، دخلت على المطبخ حالا عشان اعمل لها الصينيه اللي هي عايزاها يعني وكده. فما عرفتش بقى ان انا اصور معاكم الخضار والحاجات اللي انا جبتها من السوق عشان كنت مستعجله. هنا بقى الفراخ، كنت جايبه الفراخ دي كانت بسم الله ما شاء الله، كانت احجامها حلوه واوزانها كانت كويسه جدا. كنت جايبه الفرخه عامله 140 جنيه. فجبت بقى 3 هنا، وهنا بقى عندي رده. بصوا بقى انا ببقى اعمل بدققها كده، بيقولوا يعني ايه بالدقيق الذره. انا بس بصراحه ما كانش عندي دقيق ذره فعملتها عندي هنا برده. الرده ده انا ببقى اشوي بيها السمك، فقلت بقى هعملها بالرده بما اني مش عندي يعني دقيق ذره وكده. الرده بقى يعني ايه فايدتها يعني للفراخ وكده، انك انت بتفركي بيها الفرخه لو فيها اي ريش صغير مش واضح معاكي او مش باين معاكي، بيطلع لك الريش الصغير ده، عشان انا بحب اشعوط الفراخ. يعني هي سنه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام انك انت تشعوطي الفراخ او الطيور او الحاجات دي. فانا بصراحه حبيت، انا بحب على طول انا داريه على كده ان انا بدققها بالدقيق الذره. لو عندي ما عنديش دقيق ذره بعملها بالرده اللي انا بشوي بيها السمك. فعملتها طبعا عندي بالرده كده، وبعدين شوطتها طبعا زي ما انتم شايفين كده على نار عاليه، وابدا كده ارفع الفرخه من فوق، وابدا بقى كده اقلب الفرخه على جميع النواحي وجميع الجهات، عشان لو فيها اي ريش صغير يبدا النار كده تاكله عندي، ويبدا كده ايه يتشال يعني من الفرخه وكده. انا بعمل كده في الفراخ وبعمل كده في البطه وفي اي طيور انا بنضفها عندي في البيت. تمام كده. الاسعار بصراحه كانت كويسه جدا، حتى الفراخ التسمين كانت
يعني اسعارها كانت برضو كانت كويسه. الكيلو كان عامل 95 جنيه، وفي ناس كانت بتبيعه، بياعين كان بيبيعوه ب90. فطبعا الاسعار متفاوته بين بياع وبياع، مش كله زي بعضه يعني وكده. بس اللي انا بجيب الفراخ دي منها بجيب من ست يعني انا متعامله معاها، فبجيب منها الفراخ دي. فراخها بسم الله ما شاء الله حلوه جدا وانا بحب يعني الفراخ اللي انا بجيبها منها، فانا متعامله معاها من سنين على كده. انا من الناس لما بتعامل مع حد وحاجته بتعجبني بفضل متعامله معاه، ممكن اقعد سنين مادام حاجته عجباني وحاجته نظيفه واسعاره حلوه، فانا ببدا ايه اتعامل معاه. في بقى ايه في ناس مش بتحب كده، في ناس كل مره بتروح تجيب من بياع شكل، فطبعا ده يرجع لكل واحد. بس انا بصراحه يعني ايه الاغلبيه لما بتعامل مع حد وحد كويس وحد محترم وحد حاجته حلوه، فبداني متعامله معاه ماشيه معاه باستمرار يعني. بصوا بقى هنا لقيت هنا طلعت بيضه كده من الفرخه دي، زي ما قلت لكم فراخ حمراء مش فراخ من اللي هي البيضه، هي برضو فراخ ام عرف بس هي الفراخ الحمراء. لو انتوا عارفينها في فرق يعني، في فرق بين الفراخ الحمراء وفي فرق بين الفراخ البيضه. مش عارفه هو الفرق في ايه، بس متهيألي في الطعم الفراخ الحمراء بتكون طعمها احلى واحسن، والبيضه بتاعتها بتكون حمراء مش بتكون بيضه. بيتهيألي دوت الفرق، ولو حد يعرف فرق ايه اكتر من كده يكتب في الكومنتات، بس ده دوت اللي انا اعرفه يعني. هنا بقى خلصت كده الفراخ عندي طبعا زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى احطها كده انقعها عندي، ووريتكم بقى البيض اللي انا طلعته من الثلاث فرخات، 3 بيضات طلعتهم من الثلاث فرخات. هبدا بقى انقعهم كده عندي في ميه بخل بليمون. وبعدين بقى ايه ظبطت كده المطبخ وطلعت بقى ايه، كانت اذان الجمعه كان اذن، طلعت بقى صليت وغيرت هدومي ونزلت بقى تاني كده وريحت برضو شويه فوق، وبعدين بقى في الشقه عندي يعني. وبعدين نزلت بقى ايه لميت الهدوم بتاعت حمايه كنت نشرها عندي في البلكونه، لميتها ونزلت بقى كده طبقتها كده عندي، وهبدا احطها كده عنده في الدولاب بتاعه ارصها كده، وندخل بقى نشوف هنعمل ايه على الغدا. بصراحه كنت محتاره جدا، كنت عايزه اعمل حاجه سهله كده بحيث ان انا ايه ما اوجعش دماغي يعني، لان ايه زي ما قلت لكم يعني يراعي كده او اللي شاف ان الفيديو كده ايه سهل وبسيط وما عملش حاجات كتير. بس بصراحه تعبت جدا، كفايه يوم السوق دوت، وكفايه اللف اللي الواحد بيلفه في السوق من بياع لبياع، وانك تجيبي فراخ وانك انت تجيبي سمك وانك انت تجيبي ابصر ايه وايه وايه. ف فالمهم بقى الحمد لله يعني الله المستعان. خدت بقى الهدوم، فانا قعدت بقى زي ما قلت لكم كده قعدت افكر، فقلت هعمل حواوشي. فطلعت بقى كده عندي كيس من اللحمه المفرومه كان 400 جرام، حطيت كده عندي عليه بصلايه كبيره وعليه كده قرنين شطه حاميه حراقه يعني، وده طبعا اختياري. ونزلت عليه كده ب3 فصوص من الثوم، ونزلت بقى عليه ببهارات حواوشي وكمون وفلفل اسمر وبابريكا ومكعب من المرق. وضيفي البهارات اللي انت تحبيها، عايزه تضيفي شطه ضيفي، بيبقى اللهم صل على النبي الحواوشي السبايسي ده الحراق بيبقى في حته تانية جامد يعني. وبصراحه بقى ايه جوزي قال لي هجيب كشري معايا، فانتي بس اعملي حواوشي، يبقى كل واحد معاه علبه كشري ومعاه كده رغيف حواوشي، وبكده بقى يبقى فل وقشطه وعشرة على عشرة، يبقى نتغدى ونتعشى ومش هعمل اي حاجه تاني بقى، ولا عايزه ادخل بقى المطبخ النهارده. لان بصراحه يعني يظهر كده ان الفيديو خفيف ويعني 9 أو 10 دقايق بالكتير، بس وربنا اتهلكت فيه شغل يعني، وكفايه السوق لوحده. فمش هقعد بقى اتكلم كتير عن السوق، واللي مجرب السوق عارف السوق وعارف لفه وحواراته ودوشته. فهنا بقى دوت بصوا بقى ده العيش البلدي بتاع الطابونه، انا كده فتحته عندي كده بالمقص. وبعدين بقى هبدا اوزع فيه كده عندي اللحمه. عايزه اقول لكم بقى لو سلام بقى لو عندك دهن ضاني، حطي بس كده 100 جرام على اللحمه المفرومه عندك، بيخلي الحواوشي في حته تانية، او الكفته او اي بصراحه اي حاجه فيها لحوم وتحطي عليها دهن ضاني بتخليها في حته تانية، بيبقى طعمها خطير. انا عارفه ان مش كل بيحب الدهن الضاني، بس انا بصراحه انا بعشقه في اي حاجه. هدخله بقى الفرن، بس بصراحه من الاستعجال بتاع الولاد وانا كنت مستعجله، فمش خدت معاكم اللقطه الاخيره بعد ما اتحمر كده عندي من الفرن وكان طالع خطير. انا هنا دهنته من ناحيتين سمنه على زيت، ودخلته بقى الفرن زي ما قلت لكم. هنا بقى كنت شطبت المطبخ خلاص. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسوش بقى انك تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. مع السلامه.